بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة بنتكلم عن أسباب خسارة الأهلي قدام باتشوكا المكسيكي، والمشهد السيء اللي ظهر بيه الأهلي. ولازم نخش على طول نخش في الموضوع، يعني زي ما بيقولوا كده. آه الأهلي خسر ليه؟ الأهلي خسر من قبل ما يبتدي الماتش. الأهلي خسر تدعيم الفرقة ما كانش على المستوى المطلوب. طبعا صفقات بنسمع عنها ومهاجمين وهميين، وكل يوم مهاجم مهاجم، وعايزين مهاجم هجام، وعايزين وما بنلاقيش، وبنلاقي الصفقة في آخر لحظة. يعني لا خلاص، ده راح الدوري التركي، ده راح الدوري الصيني، ده راح الدوري الفرنسي، ده دولارات قليلة وهكذا. فطبعا فرقة عايزة توصل نهائي كأس الانتر كونتيننتال تلعب ريال مدريد، مش بالتدعيم ده. لازم نعترف، مش بالتدعيم ده. طيب وايه تاني؟ ايه تاني؟ يعني حاجة واضحة بقى للجميع بقى. يعني الاهلي مستواه واقع الموسم ده. خسر السوبر الافريقي، خسر السوبر الافريقي، والمفروض ان هو كان في احسن يعني فتراته. والزمالك طبعا يعني كان لسه مستواه يعني مش عالي. خسر السوبر الافريقي، بعد كده اما لعب السوبر المصري طبعا برضو بعد، برغم انه كسب بضربات جزاء، يعني ضربات جزاء، يعني ضربات حظ ترجيحية. لا ده الاهلي عمل الاعجاز والمعجزة فطبعا تضخيم الامور، وان يدي الامور اكتر من حجمها، ده اللي بيخلي معالجة الاخطاء دي ما بتتمش. ما فيش معالجة اخطاء. طب ايه هي الاخطاء؟ لا، الاخطاء كتيرة. الاخطاء كتيرة وباينة للمشجع الكرة العادي. اولا مدرب يعني عنده من العند الغريب والعجيب ان هو ممكن يعند ضد مصلحة فرقته. في وقت من الأوقات ما تعرفش بيعتمد في وسط الملعب على كوكا، لا يعتمد مرة على إمام عاشور، لا تبدي شوية القفشة، وقفشة ساعات ما يشوفش الملعب. السولية بخبراته دي كلها معلش يعني يخليك على جنب دلوقتي. لدرجة برضو طب ما عندناش مهاجمين، نخلي طاهر محمد طاهر مهاجم. نشركه انه مهاجم. انت مسؤول على مستوى، يعني وقوع مستوى كهربا ده المفروض ده مش اللاعب لوحده، ما هو اللاعب جزء. بس انت فين اصلا انك تنمي اللاعب وتعليه وتخليه في التوب فورم بتاعه. فطبعا يعني عناد المدرب وطريقته اللي هي ما بتتغيرش، ما بيغيرش من نفسه. اما بعند على طبعا بيرسي تاو اللي كان من نجوم الاهلي، وكان احسن لاعب في دوري ابطال افريقيا يعني الموسم اللي قبل اللي فات. يعني وكان ما هو. وبعدين انت في العند غريب، وفي التغييرات اغرب. امبارح حول جبهتين الاهلي لجبهتين مكسورين الجناح من تغييراته. انت بتطلع يحيى عطية الله اللاعب الاشول اللي على عدلته عشان تنزل مش عارف مين وتعمل، وخالد عبد الفتاح يلعب، وتنقل عمر كمال عبد الواحد ناحية الشمال مش على عدلته. فحاجة غير طبيعية وده شفناه في تغييرات. احنا فاكرين برضو ما شال قفشة في ماتشه الأخير، لما يعني ابتدى قفشة يلعب كورة راح سحبه. انت انت مش مركز يعني. انت الضغوط برضو اكتر منك، الضغوط اكتر منك. حتى لو كنت مدرب صاحب شخصية كروية اللي ما بقيناش نلاقيها، بس انت عندك الاهواء والعواطف والحب احب واكره. ف لازم الاعتراف بالاخطاء عشان معالجتها. انما اللي بيحصل في النادي الاهلي ده دلوقتي، ده كده يعني تخطيط راس، يعني زي ما بيقولوا كده بتنزل راسك في الرمل زي النعامة عشان ما تعترفش بالغلط. لا، الخطأ مشترك. عدم التدعيم، مدرب عنيد وبرضه ما بقاش مركز، إدارة فيها تخاذل جامد جدا بسبب آه
عدم التدخل ان هي تعالج الامور. فين معالجة الامور؟ هو في حاجات بتفلت كتير يا باشا. وجود محمد رمضان مدير رياضي اضاف كتير للنادي الاهلي، وفعلا فرض يعني انضباط وفرض كل حاجة. انما اللي بيحصل في النادي الاهلي فعلا حاليا ده مش مستوى الاهلي، ده مش مستوى فريق بطل افريقيا كام سنة وبيلعب في كؤوس عالم الأندية، خلاص بقى ضيف دائم في كأس العالم للأندية. إنما اللي بيحصل أنت بقى متطلع للعالمية. طب أنت عايز العالمية عن طريق مثلا مهاجم وحيد وسام أبو علي، وبعد كده يتغير وسام أبو علي؟ طب حاجة غريبة جدا يعني. فين التدعيم في ناحية الهجوم؟ فين التدعيم في ناحية الأجنحة؟ وراكن رضا سليم. طب رضا سليم ده ما هو جه بناء على رؤية معينة واتركن. بيرسي تاو، خلاص بيرسي تاو انتهى اصلا كلاعب في النادي الاهلي. طب وبعدين؟ يعني ايه الحكمة؟ ايه الحكمة بقى كل شوية الاعب واحد عدلته يمين العبه شمال وافتي بلغة الكورة كده؟ فطبعا الاعتراف لازم، يعني بداية الاصلاح الاعتراف بالاخطاء. عدم التدعيم، في تقصير من لجنة التعاقدات في انها تجيب لعيبة سوبر على مستوى النادي الاهلي في بطولاته العالمية اللي بيشارك فيها، مش اللي هو مشي حالك. في دلوقتي في عناد مع المدرب، او في لازم جلسة مصارحة. لازم اقعد دلوقتي مع المدرب واقول انت دلوقتي اخطائك كده هو مش فوق القانون. كولر مش فوق القانون. مدربين لما بيخطئوا اخطائهم بتبقى واضحه للناس كلها، يبقى لازم الاداره تتدخل. لازم الاداره ما تتخاذلش. الاداره مش عفوا، الاداره مش ان انا ما بغيرش مدربين في وسط موسم اصلا، لا، بس ما سيبش الدنيا كده توصل للمستوى ده. حتى لو الاهلي كان كسب باتشوكا امبارح بضربات الجزاء، طب فين المستوى؟ ده فريق بيلعب في الدوري المكسيكي يعني في المركز ال 16 بيصارع على الهبوط. ده مستوى؟ ده مستوى من النادي الاهلي؟ ده مش مستوى. ايه الهجمات اللي كانت اون تارجت على الجول؟ الكرة اللي هي بتاعت طاهر محمد طاهر الشوطة. فطبعا الاهلي مش ده مستواه من اول السيزون اصلا يعني. والاهلي مش عارف ان هو يسترد مستواه. مش ده مستوى النادي الاهلي خالص. اللي خسر كاس السوبر الافريقي على ايد نادي الزمالك، خسر او كسب كاس السوبر المصري بضربات جزاء بعد معاناة وبعد مش قادر ان هو يقدر يعمل توليفة او يقدر يعمل تشكيلة تفضل ثابتة على طول. مدرب كل يوم عنده مشاكل، وفي مشاكل مع اللعيبة، وفي ناس ما بتشوفش الملعب، وفي ناس بتنزل الملعب وهي مستواها لا يصلح، وفي لعيبة من المفروض موجودة في النادي الأهلي ومستواها لا يصلح. فمطلوب ثورة تصحيح في النادي الأهلي، وإن هو يبقى على مستوى الحدث. لأن النادي الأهلي دلوقتي خلاص زي ما بيقولوا كده شاء أم أبى، بقى مكتوب عليه ان هو يدافع عن سمعة الكرة المصرية. فالاهلي يا اما يبدأ مرحلة المعالجة، يا اما يفضل زي ما هو وتفضل يعني الحرس القديم ده زي ما هو في الفكر وفي الإدارة. يعني لجنة تخطيط اتشالت، لجنة التخطيط سوء إدارة من كولر. كولر زي ما هو، المساعدين فين دورهم؟ التدعيمات عشان المستوى يعلى، وعشان يعني نقدر ان احنا نقول ان احنا فعلا داخلين ننافس رايحين نقابل الريال، ويبقى عندنا طموح بالفعل نبقى على قد مستوى المسؤولية. وفي نهاية الكلام احنا بنتمنى الخير للكرة المصرية وللنادي الأهلي ولنادي الزمالك وكل الأندية المصرية. بس أما بنشوف غلط ما نقدرش ان احنا نزين الواقع كده ونزين او يبقى الزيف ده زيف. ما بنقولش الحق، لا نقول الحق. لان فعلا النادي الاهلي محتاج معالجة. وان شاء الله انتظرونا في فيديوهات قادمة باذن الله. وما تنسوش دعمكم لينا باللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.